السلام عليكم، وياكم كادر مركز مهندس. اليوم عندنا هاي جيب جراند شيروكي 2023. هاي السيارة دخول جديد، متعرضة إلى حادث، وعلى أثر الحادث مفقودة البردة الأمامية مالتها السفلى مثل ما تلاحظون بالكودات مال باور ترين كنترول موديول. يقول لي اكتف اير شتر بي بيرفورمانس ستاك اوف، والحالة مالته بيندينج لأن البردة ما موجودة. كذلك مبدلين رادار أمامي مستعمل، يقول لي بالكودات مال سي اي دي ام فرونت رادار موديول بي ميسنج كاليبريشن، والحاله مالته اكتف. راح نبرمج الرادار ونعيد تفعيله للعمل. كذلك نشوفكم حاليا وضع البردات الاماميه مال السياره. اذا تلاحظون هاي المنطقه ما موجوده برده سفلى. راح نعالج هذا موضوع البرمجه ونستغني عن البرده السفلى ونفعل فقط البرده العاليه، ونعالج موضوع الرادارات. تابعوا الفيديو للنهايه. السلام عليكم، رجعنا لكم بهاي جيب جراند شيروكي الهايبرد 2023 اللي بلغناكم بانه السياره ما تحتوي على برده ثانويه. بفضل رب العالمين توفيقه استغنينا عنها بالبرمجه دون الحاجه الى تبديلها، لان سعرها مكلف بعض الاحيان وما تتواجد بسهوله. وبفضل رب العالمين توفيقه تبرمج الرادار مثل ما تلاحظون حاليا. يقول لي اي سي سي ريدي ككودات محرك. هاي الباور ترين كنترول موديول. يقول لي there are no DTC present for this issue، وكل اموري سليمه. كذلك هذا عقل الرادارات ايضا ما يحتوي على اي كود. وهاي موضوع الحماوه، كانت المراوح تشتغل بصوره سريعه، حاليا مستقره وماكو اي مشكله. تحياتي.